الشعب السوداني الكريم، أخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بأزمة يهدد وحدتها وتماسك لحمتها الوطنية، وتنذر بمخاطر تعيق مسار إكمال التحول والانتقال الديمقراطي المنشود. إيمانا منا في المؤسسة العسكرية بأن الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن هو أسمى أهداف وغايات هذه المؤسسة، وتأكيدا على التزامنا بدعم تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وحرصا منا على دعم التحول والانتقال الديمقراطي وحماية وإكمال مطلوبات هذا الانتقال، واضعين نصب أعيننا التدهور الذي ضرب قوى الدولة المختلفة، مما أدى إلى إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة نتيجة للتخاصمات السياسية ومحاولات احتكار السلطة وإقصاء الآخر وعدم إعلاء المصالح والقيم الوطنية. فالوطن فوق الجميع، وهو غير خاضع لحسابات النصر أو الهزيمة بين الخصوم، فوحدته وأمنه وسلامة أرضه دونها المهج والأرواح. بصفتي رئيسا لمجلس السيادة وقائدا عاما للقوات المسلحة، فقد تقرر الآتي: أولا، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا والتي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية. وعليه آمل أن تنخرط هذه القوى في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني ويمكن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة، ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتقال الديمقراطي. وأكد هنا أن القوات المسلحة لن تكون مطية إلى أي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد، وأنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات هذا الحوار. ثانيا، بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بهما من مسؤوليات. تستكمل مهام هذا المجلس بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها. ثالثا، حتى نسهم جميعا في وصول الحوار إلى غاياته، أدعو مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب إلى التمسك بالسلمية وحق التعبير عن الرأي